بيبدأ فيلم النهاردة بهجوم مسلح بيحصل على بيت المفتش سمات واللي بينقذ مراته بفدائية، لكنهم بيموتوا هما الاتنين، وطفلهم الصغير ماني لما بيشوف المنظر بيتصدم وبيجري يستخبى. بس فرد العصابة بيدور عليه لحد ما بيلاقيه مستخبي في الدولاب، فبيطلعه بمنتهى القسوة، فبيشيل الولد من على وشه القناع وبيشوف وشه. فساعتها الراجل بيتعصب وبيديله رصاصة في دماغه، لكن بتحصل حاجة غريبة جدا. الطفل ماني بيفضل عايش، بيتنقل للمستشفى، بس المشكلة انهم ما بيقدروش يشيلوا الرصاصة من دماغه، يا اما ساعتها ممكن يجيله تلف في الدماغ ويتجنن خالص، وبالمنظر ده مش هيعدي 48 ساعة على الأجهزة وهيموت لوحده. وقتها بتسمع ممرضة حوار الدكاترة عن حالة ماني، وبتفهم ان عيلته كلها ماتت وشكله كده هيروح لهم قريب. وحتى الصحافة كلها بتسأل مدير الشرطة عن اللي قتل المفتش سمات وعيلته كلها، لكنه بيرفض يقول اي تصريح وبيركب العربية وبيمشي. بس بيبعت الراجل بتاعه للمستشفى يطلب من الدكتور يفصل الأجهزة عن الولد، لأنه كده كده هيموت. ورغم ان الطبيب كان رافض في البداية، إلا ان الشرطي بيوريه سلاحه علشان يعرف ان الموضوع ما فيهوش هزار، فبيقرر يفصل الأجهزة عن الطفل وسط اعتراض كبير من الممرضة المتعاطفة مع حالته. بس المفاجأة وقتها ان الطفل بيفضل عايش بعد ما فصلوا الأجهزة، فبتفرح الممرضة جدا وبيتفاجئ الطبيب على الآخر. ساعتها بيطلع المساعد يكلم مدير الشرطة علشان يشوف هيعمل ايه، وبيسيب الكارت بتاعه لواحدة من الممرضات علشان لو حصل اي جديد تبلغه على طول. المهم لما بيجي الليل بتحس الممرضة المتعاطفة مع ماني بالخطر، فبتقرر تحطه على كرسي متحرك وتهرب بيه من المكان. وفعلا اللي بتحسبه بتلاقيه، وبنشوف قاتل محترف بيطلع غرفة الطفل، بيفضل يطعن في السرير بس بيتصدم انه مش موجود فيه، وبتكون الممرضة خلاص أخدته في العربية واختفت من المكان. المهم لما بيطلع النهار بتوصل عند طبيب تايلاندي اسمه هان، واللي لما بيشوف حالة الطفل بيتفاجئ إنه لسه عايش بعد الإصابة الخطيرة دي، فبيأكد لها إنه هيحاول يعالجه باستخدام النباتات، خصوصا بعد ما بيعرف إن في ناس بيحاولوا يقتلوه. وبالفعل بيبدأ هان يستخدم كل التقنيات القديمة اللي يعرفها لحد ما بتحصل المفاجأة الكبرى وبيفوق الطفل ماني بعد فترة. لكن المشكلة إنه ما بقاش عنده مشاعر نهائي، فبيخمن هان انه اتصاب بفقدان ذاكرة وتلف في الدماغ، وما بقاش يشعر بالسعادة ولا الألم ولا أي حاجة. بس على العموم بيبدأ يعلمه أساليب القتال المختلفة، وخصوصا التاي شي التايلاندي اللي بيعتمد بشكل كبير على الضرب بالكوع. ويوم بعد يوم بيكبر الطفل ماني وبقى شاب زي الفل، وبيبان ان تدريبات هان خلال السنين اتت بثمارها. وعلشان كده بيقرر هان يعلمه بقى اخطر تقنية قتالية على الاطلاق، واللي ما ينفعش يستخدمها الا لو حياته فعلا في خطر وممكن يموت. وبالفعل بيقلد ماني حركاته المكونة من سلسلة لكمات قوية وخطيرة، واللي لو أصاب بيها خصمه كلها مرة واحدة ممكن يموته في الحال. المهم بعد فترة بيروحوا الاتنين حانة كده في القرية، وبيعرفوا هان وقتها إن المقاتل الجيد هو اللي يقدر يتحمل الضرب مهما كانت قوته، ولما يجي يضرب يدمر زي النمر ويخادع زي الذئاب. وبيشاور له على مجموعة أشخاص وبيقول له هم دول اللي هتقتلهم، فبيقول له أيوة بس دول ما عملوش حاجة يعني حرام. فبيشتمهم هان وبيقول لهم إن ماني قال في حقهم كلام وحش، فبيهجموا عليه بمنتهى القوة. وماني وقتها بيطبق الدرس الأول وبيتحمل على قد ما يقدر، لحد ما بيبدأ يتفادى ضرباتهم ويدخل في وضعية الهجوم، وبيبدأ يضرب فيهم واحد ورا التاني بسهولة تامة، لدرجة إن كل اللي في المكان بينبهر من قوته ومهارته. تاني يوم بقى وهم بياكلوا كده بتجيلهم بنت تعرفهم إن الممرضة اللي جابت ماني تعبانة وعاوزة تشوفه، فبيروح لها ماني المستشفى، بيلاقيها خلاص بتطلع في الروح وتعبانة جدا، ولأنها خلاص هتموت بتقرر تعترف له بالحقيقة كلها، خصوصا انه بيعاملها كأمه طول السنين اللي فاتت. بتحكي له الممرضة العجوز ان ابوه كان مفتش محبوب وبيحقق العدالة، وكان بيحقق في شبكة فساد ضخمة ضمن قوة الشرطة، لكن محدش كان عاوز يساعده ولا يقدم له الدعم علشان اغلبهم متورطين. لحد ما في يوم اتقتل زمايله اللي كانوا بيساعدوه واحد ورا التاني، وفي النهاية راحوا البيت المفتش نفسه وخلصوا عليه هو ومراته، وضربوا ماني بالرصاص في دماغه لكنه نجا بأعجوبة، والطلقة لسه في دماغه حتى الآن. وبتكون الممرضة مجهزة له ملف فيه كل المعلومات اللي جمعتها على مر الزمن علشان يقدر يكتشف مين اللي قتل عيلته ويحقق الانتقام، وبعد كده بتفارق الحياة وهي مطمنة عليه. لكن زميلتها الممرضة السوسة بتتصل بالراجل اللي ساب لها الكارت بتاعه زمان، وبتعرفه ان الولد اللي كان بيدور عليه ظهر أخيرا، فعلى طول بيطلع 2 رجالة بعربية يراقبوه، وواحد منهم كده بيعرف التاني انهم لو لقوا جرح في دماغه مكان الرصاصة
يبقى هو الطفل المنشود وهيخلصوا عليه في الحال. بيفضلوا ماشيين بقى وراه لحد ما بيدخل شارع جانبي لكنه بيختفي منهم، لكن لما بيدوروا عليه بيظهر لهم من العدم وبيبدأ يضرب فيهم بمنتهى القوة، ورغم انهم اقوياء الا انهم ما بياخدوش دقيقة في ايد ماني العنيد، واللي لما بيبص على اوراقهم بيكتشف انهم من الشرطة الفاسدة. في الوقت ده بيكون في صحفية اسمها صوفيا اللي بتكون عاوزة تعمل لقاء مع بعض المجرمين، لكنهم بيشتموها وبيضربوها هي والمساعد بتاعها. بس صدفة ماني بيكون معدي وبيشوف اللي بيحصل ده، فبيقرر يتدخل وبيضرب واحد فيهم كده بشكل قوي للغاية، وبيبدأ يدمر في رجالة العصابة كلهم واحد ورا التاني ومحدش قدر عليه، لدرجة ان زعيم العيال دي بيكون واقف مصدوم من قدراته وعنفه الكبير. بس على العموم بيجبر ماني الزعيم يقف لصوفيا علشان تعمل معاه لقاء زي ما كانت عاوزة، وبيتمشى معاها بعد كده هي والمساعد لان المنطقة هنا خطيرة. ووقتها بتلاحظ صوفيا غرابة ماني وانه مش حاسس بأي مشاعر، وبيسيبهم وقتها المساعد وبيمشي لانه اتأخر. لكن صوفيا لما بتعرف ان ماني ما عندوش مكان في المدينة ينام فيه بتقرر تاخده ينام في بيتها مؤقتا. بالفعل بيروح معاها البيت وبيعرف عنها اكتر، وبيفهم انها صحفية فضولية بتبحث عن المواضيع السخنة، ولما بتشوف وقتها معاه شارة الشرطة بتسأله فبيعرفها انهم كانوا بيتتبعوه وقام معاهم بالواجب. المهم تاني يوم بيصحى ماني وبيبدأ تدريباته على طول علشان يفضل محافظ على لياقته العالية لحد ما يحقق انتقامه، وساعتها بتجيله صوفيا تعرفه انها تقدر تساعده بعد ما شافت الملف وفهمت الحكاية، بس ما بتكونش مصدقة موضوع انه ما بيحسش بأي حاجة خالص. فبيقول لها ممكن لما بجوع بحس بالجوع شوية مش اكتر. اثناء بقى ما بيكونوا ماشيين في الشارع بيلاقي الشرطة بتعترض طريقهم، ولما بيحاولوا ياخدوا صوفيا بالعافية بيقرر ماني يضربهم واحد ورا التاني وبينشغل معاهم. فساعتها جزء منهم بياخد صوفيا في العربية وبيتحركوا فورا، وبيسيبوا ماني يدمر ويكسر في باقي رجالتهم بلا هوادة، وكل اللي كان بيقرب منه كان بياخد اللي فيه النصيب وبيقع على الأرض، خصوصا ان ولا واحد منهم ند قوي لقدرات ماني الرهيبة. وغير كده ماني ما بيحسش بالذنب وبيكسر واحد فيهم لحد ما بيعترف له انهم اخدوا صوفيا على المنطقة التامنة في المدينة. فبياخد هويات الجميع معاه في شنطته وبيبدأ يتحرك، وبيروح للمنطقة التامنة دي وبيدخل المبنى اللي هناك. بس بمجرد ما بيركب الاسانسير بيلاقي اتنين معاه شكلهم غريب، وفجأة كل واحد بيطلع مسدسه وبيحاولوا يقتلوه، لكنه بيضربهم بسرعة وبمهارة رهيبة جدا رغم ان المكان ضيق على الاخر. بس برضه رغم كده ما بيخليهمش يخرجوا المسدسات ولا يضربوه بيها، وبيمسك واحد فيهم يديله لكمة مرعبة علشان يعرفه مكان صوفيا. اول بقى ما الاسانسير بيفتح بيستخدمه كدرع لحد ما بيوصل للباب المنشود، وبيجبره انه يفتح الباب وبيدخله ياخد ضرب النار الاول، وبيهجم هو بعدها على الاتنين اللي بيشوفهم وبياخد منهم المسدسات، وبينزل فيهم ضرب بقوة ومهارة منقطعة النظير لحد ما بيقعوا على الأرض مغمى عليهم. لما بيشوف قدامه بقى مجموعة من المقاتلين المحترفين بيرمي المسدسات وبيقرر يواجههم بإيده، ورغم إنهم 5 مقاتلين إلا إن ولا واحد فيهم قادر على ماني الرهيب اللي بيستخدم ذكائه وبيخليهم يضربوا بعض من غير ما يقصدوا، وبيجري يدي كل واحد فيهم ضربتين يقعوا على الأرض مش قادرين يتحركوا زي اللي قبلهم. بيدخل بعدها الغرفة فيها واحد عمال يندى على حد يفكه، وبيطلب منه الشرطي يحرره لأنه كان بيدور وراهم وقدروا يمسكوه، فبيصدقوا ماني فعلا وبيفكوا بمنتهى السهولة. ساعتها الشرطي اللي اسمه راجا بياخده يوريه ملفات كتير وبيعرفه ان العصابة قتلت ابوه زمان بطريقة وحشية، وعلشان كده اقسم انه يواصل معركته ضدهم حتى الموت. فبيطلب منه يبحث في ملفات ابوه سمات، فبيفاجئوا راجا ان ابوه كان صاحب سمات زمان، وعلشان كده بيساعدوا وبيعرفوا انهم اخدوا صوفيا على عصابة من النساء اسمهم الضباع، وبيوريه مكانهم بالظبط على الخريطة لانه عاوز يروح لوحده. وبالفعل بيروح ماني للمنطقة الخاصة بالضباع، وبيدخل مصنع مهجور كده بيستخدموه للقتالات الغير مشروعة، وبيشوف ماني وقتها قتال بين مقاتل ضخم جدا وواحد اقل منه في الحجم، وبسبب كده بضربتين بس بيقدر يوقع خصمه على الارض بسهولة. لكن ماني ما بيشغلش باله وبيقرر يروح حانة يسأل فيها عن مكان عصابة الضباع. بس الغريب ان كل شخص بيخاف يتكلم معاه عن الموضوع ده لحد ما بيشوف المقاتل اللي اتضرب وخسر واللي اسمه توماس، ولما بيسأله عن وقر الضباع بيستغرب توماس من جرأته، ومع ذلك بيوافق يوصله لمكانهم مقابل الفلوس. وبالفعل بيبدأوا يمشوا من أماكن متفرعة صعب على واحد مش من هنا إنه يوصل لها، لحد ما بيوصلوا لنقطة معينة كده وبيشاور له توماس على مكانهم، فبيديله ماني الفلوس اللي اتفقوا عليها وبيسيبه وبيمشي. لما بيدخل ماني بقى بيلاقي ستات كتير بيرفعوا عليه الأسلحة، وبيشوفهم وقتها كانوا بيضربوا صوفيا ومدمرينها في الأرض، وبنت صغيرة معاهم كده بتكهرب ماني علشان يقع في الأرض فاقد الوعي. لما بيفوق بقى بيلاقيهم رابطينه علشان ما يقدرش يتحرك،
وبتيجي زعيمة الضباع تسخر منه لأنهم مسكوه بمنتهى السهولة، وبتضرب صوفيا قدامه علشان تضايقه. وأول ما بتتأكد كمان من علامة الرصاصة موجودة في دماغه بتفهم إنه الطفل المنشود، وبتطلب من أتباعها يقتلوه من غير دوشة. ساعتها بتقرب واحدة بالسيف كده وبتحاول تقتله، لكنه بيفك نفسه بسرعة البرق وبيتصدى ليها، وبيدخل في قتال مع ست تانية لحد ما بيدمرها، وبيكمل قتاله مع قطيع الضباع بمنتهى المهارة والحزم. ولما الزعيمة بتلاقي الوضع كده بتديله طلقة في ظهره وبتاخد جماعتها وبيختفوا من المكان. ساعتها بتجري عليه صوفيا علشان تشوفه وهي قلقانة، بس لحسن الحظ الطلقة كانت جت في الشنطة اللي معاه. فبتعرفه وقتها صوفيا إن زعيمة الضباع دي اسمها جيسي وبتشتغل مغنية في الأوبرا. فبيقرروا يمشوا الاتنين من هنا ويبقوا يروحوا لمركز الشرطة علشان يدي بيانات جيسي لراجا ويعرف له ايه حكايتها. المهم لما بيجي الليل بتحس صوفيا ان ماني بيحلم بكابوس وبتصحيه، وبتعرفه ان في طبيب فرنسي ممكن يساعده في الحالة بتاعته ويقدر يخليه يحس بالمشاعر كلها من اول وجديد. بس تاني يوم بيقرر ماني يسيبها ويمشي، لكن بمجرد ما بيطلع بيلاقي ناس بعربية بيخطفوه وبيتحركوا بسرعة. فبتقلق صوفيا وبتتصل على راجا تعرفه فورا. الرجالة بقى اللي خطفوا ماني بيوصلوا بيه لمكان معين وبيعرفونا هيتسأل شوية أسئلة، ولو جاوب بهدوء هيريحوه في الموتة بتاعته. لكنه بيتحول عليهم هم الأربعة فجأة وبينزل ضرب فيهم بمنتهى القوة، وباستخدام أحزمة الأمان بيقدر يربط السواق وبيديله ضربة كده يفقده الوعي، وبيضرب الباقيين بقوة برضه لحد ما بيخرج من العربية وبينزلهم كلهم وبيفضل يضرب فيهم بكل عنف. وبيركب بعد كده مع واحد فيهم وبيقول له انت هتاخدني عند رئيسك يا اما مش هتمشي تاني. ولما بيرفض بيقوم كسر له دراعه علشان يعرف انه مش بيهزر، وفعلا الراجل بيخاف على دمه وبيتحركوا من المكان. اما صوفيا بقى فبتكون راكبه العربيه مع راجا وبيدوروا على ماني، واللي بيعرفها وقتها انه وزع مواصفات العربيه على جميع الدوريات، بس لازم تعرفه معلومات اكتر عن ماني علشان يقدر يساعده. فبتحكي له ان كل اللي عندها ملف امه سابته له قبل ما يموت، واللي فيه تفاصيل كتيرة عن الشرطة الفاسدة اللي تسببت في قتل عيلته زمان. ولما بيعرف راجا بموضوع الملف ده بيعرفها انهم لازم يروحوا يجيبوه الاول. في الوقت ده جماعة الضباع بيروحوا لرجل عصابات وبيوروه صور ماني علشان يقضي عليه، ولما بيرفض لانه عاوز يقعد مع جيسي الزعيمة بتقتله المساعدة بتاعتها بدون تردد قدام الكل. وطبعا باقي العصابة ما بيقدروش يرفضوا بعد اللي بيشوفوه، وكمان جيسي هي اللي بتعدلهم شحنات المخدرات اللي بيستوردوها كل شهر. والمطلوب دلوقتي قتل ماني وكل اللي معاه في خلال 48 ساعة، واللي هيقدر يعمل كده ليه مكافأة كبيرة. أما ماني فبيكون في طريقه مع رجل العصابات لسه، واللي بيحكي له إن جيسي بتدير أكبر شبكة هيروين بين تايلاند وأمريكا الجنوبية، وده بفضل شهرتها الكبيرة في الأوبرا، لكنه ما يعرفش مين اللي فوق الزعيمة جيسي بالتحديد. وفجأة وهما بيتكلموا بيلاقوا جماعة الضباع بالمسدسات بيدمروا العربية والراجل اللي جواها. فبينزل ماني وبيطلع يجري بأقصى سرعته، وتوماس وقتها بيكون موجود بالصدفة فبيطلع يجري وراهم هو كمان، وبيمسك واحد كده من اللي بيجروا ورا ماني وبيديله كام ضربة بيفقده الوعي. أما ماني فبيتفاجئ برجالة كتير طالعة عليه من كل اتجاه، ده غير نساء عصابة الضباع الأشداء اللي مش راضيين يسيبوه. لكن في نهاية المطاردة الشرسة دي بيقدر يركب ماني المترو وبيفكر كده إنه خلاص بقى في أمان، لحد ما بيتفاجئ بكام راجل بيركبوا وراه وبيستعدوا للقتال. بيبدأوا بقى يهجموا عليه بمنتهى القوة، وواحد وقتها من اللي موجودين بيصور المعركة، وبنشوف ماني بيعلمهم الأدب واحد ورا التاني كالعادة رغم تفوقهم العددي. لكن مهارة وعزيمة ماني كانوا السر في التفوق القتالي عليهم. وطبعا ما ننساش انه ما بيحسش بأي مشاعر زي الألم، وده بيخليه يتحمل الضربات واحدة تلو الأخرى، وبيسدد أقوى منها بكتير للرجالة اللي عازمة على قتله. ولما بيلاقيهم مصممين قوي بيسخن عليهم شوية كمان، وكل اللي بياخد ضربة حرفيا بيركن ما بيقومش تاني، خصوصا انه بيستخدم التاي شي وبيدمر واحد فيهم بكوعه فقط. ولأن ضربات الكوع دي قوية للغاية، اللي بياخد منهم ضربتين بس موضوعه بيخلص تماما. لحد بقى ما بتيجي المحطة بتاعة ماني وبينزل بكل هدوء ولا كأنه عمل حاجة. بس أول ما بيخرج من المحطة بيلاقي 2 طالعين عليه، وواحد منهم ماسك مسدس وكان خلاص هيضربه، لكن توماس بيظهر في اللحظة المناسبة وبيبعد المسدس من ايده، وبيدخل هو وماني في قتال مع الاتنين دول اللي بيكون عندهم مهارة قتالية بس بعيدة تماما عن توماس وماني، واللي رغم انهم قضوا عليهم بكل سهولة الا ان نساء الضباع بيظهروا ومعاهم اسلحة. لكن وقتها بيظهر مدير الشرطة بالقوات وبيحتوي الموقف. بيقعد بقى مع ماني بعدها وبيسأله ليه عاوزين يموتوه بالشكل ده، لكن ماني بيرفض يتكلم نهائي، وبيعرفه انه مش محتاج حماية من الشرطة ولا حاجة، وبيرميله كلمة كده يفهمه ان في افراد شرطة فاسدين كتير. فبيعرفوا المدير انه بيحاول جاهدا ينظف المدينة منهم نهائي، بس لما ما بيلاقيش رجا في كلامه مع ماني بيقرر يفرج عنه. اما
أما توماس فموقفه بيكون معقد شوية، وبيتضح إنه كان بيشتغل مخبر لمفتش مات من فترة، ولما بيحاولوا يطلعوا منه بأي حاجة بيرفض يتكلم، فبيسيبوا له مفاتيح الكلبشات علشان يمشي لأن مفيش قضايا عليه. بس بيشوف ماني قاعد لسه علشان هيسألوه عن شوية حاجات، وأول ما بيمشي توماس بيلاقي راجا جاي يحرره، وبيعرفوا إنهم هيروحوا يجيبوا صوفيا ويتحركوا لأنها كلمته وقالت له إنها اكتشفت حاجات عن عيلة ماني هتغير كل شيء. فبيروح معاه ماني وهو مطمن لحد ما كان مقطوع كده، بس بمجرد ما بيدخلوا بيلاقي صوفيا مربوطة، وراجا وقتها بيحط المسدس في دماغه علشان يأكد له إنه من الشرطة الفاسدة. بيبدأ بقى يحكي له إنه خدعه في المنطقة التامنة علشان يثق فيه، وبيندى على رجالته علشان يكلبشوه. وهنا بقى بيظهر زوج جيسي رجل الأعمال ثانية اللي بيعرف ماني إنه كان رئيس أبوه زمان، وبيبدأ يحكي له إن أبوه كان محقق شاب وشريف، ولما دور ورا ثانية قرر يتخلص منه هو وعيلته كلها، وبيعرفوا إنه لازم يموت علشان يقابل عيلته وتنتهي الحكاية للأبد. وبيخلي الرجالة ترميه في غرفة وينزلوا ضرب فيه وهو متكلبش، لكن ماني ما بيكونش عنده أي ذرة خوف أو قلق، وبيفضل يكلم ثانية بتحدي لحد ما مساعده اللي ضربه بالنار زمان بيفكر يعملها تاني، فبيتحول عليه ماني وبيضرب فيهم وهو مربوط، لكنه المرة دي ما بيقدرش يصمد كتير وبيفقد أغلب قدراته. ده بقى بيخليهم ينزلوا ضرب فيه بمنتهى الوحشية والعنف، ورغم إنه ما بيحسش بالألم إلا إنهم بيدمروه تماما. ورغم محاولاته بقى أكتر من مرة إنه يتصدى ليهم بيفشل، لدرجة إنهم بيطعنوه بالمنجل في ظهره وبعدها بيغرزوه في رجله وبيشدوه بدون أي رحمة. والموضوع شكله كده قرب من النهاية بعد توالي الطعنات واحدة ورا التانية، لحد كمان ما بياخد أكتر من ضربة قوية تفكره بكل اللي حصل معاه من وهو صغير لحد دلوقتي. وقتها بس بيتحول ماني لوحش كاسر وبيقوم يقتل فيهم كلهم بمنتهى العنف والمهارة، بس بيحس ان عقله مشتت من كتر الضرب، لكنه بيطبق كل اللي اتعلمه من هان علشان يقدر ينجو من المعركة الملحمية دي، وبيفضل يضرب الرجالة ويكسرهم واحد ورا التاني لحد ما بيقضي على الجميع. ولما بيلاقي الراجل اللي معاه المسدس لسه صاحي بيضربه وبياخده منه بحركة واحدة، وبيديله كام ضربة قوية كده على قلبه توقعه في الأرض ميت بدون مقدمات. وبيخرج بعدها يندى على ثانية وهو متعصب خالص، بس أول ما بيطلع بيقع من طوله من شدة التعب. راجا وقتها كان هيقتله، بس مدير الشرطة بيوصل في الوقت المناسب وبيخلص عليه، وبيتم القبض كمان على ثانية قبل ما يهرب بنجاح. بعد شوية كده بيفوق ماني في عربية الإسعاف وبيلاقي صوفيا جنبه، وبيفرح جدا إنه حاسس بالألم وشكل المشاعر رجعت له من تاني. وبيجيله برضه مدير الشرطة يشكره على المساعدة في الإطاحة بأقوى عصابات تايلاند، وبيأكد له إن أبوه كان هيبقى فخور بيه جدا لو موجود. وفي النهاية بنشوف توماس في قتال جديد وباين إن مهاراته اتحسنت جدا، وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، ولو عاوزين الجزء التاني اكتبوا لنا في الكومنتات مع اللايك الجميل بتاعكم، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.